اشتري سخان كهرباء ولا سخان فوري؟ عايزين نقارن سريعا بينهم، وطبعا اكون محددة انا عايزة مين فيهم عشان منسوب التأسيس بتاعي في بند السباكة. فهنتكلم الاول على منسوب التأسيس. التأسيس بتاع بند السباكة كسخان كهرباء اللي هو بالبرميل ده بيبقى من 160 ل 180 سنتي. السخان الفوري انا ممكن احطه في اي مكان، ممكن احطه تحت الوحدة بتاعتي سواء في المطبخ او في الحمام، ممكن اصلا اداري لو عايزة في وحدة التخزين، فممكن احطه في اي مكان عادي جدا. طيب ايه هي المميزات؟ السخان الكهرباء بياخد وقت طويل جدا عشان يسخن لي الميه، ممكن ياخد اصلا ساعة. طبعا السخان الفوري بيسخن الميه في لحظتها. طيب تاني حاجة طبعا كشكل جمالي، السخان الكهرباء بياخد مساحة كبيرة جدا وشكله مش بيبقى احسن حاجة، لان هو السخان وفيه بقى البرميل اللي تحته ده. السخان الفوري طبعا زي ما قلنا لو انت اصلا عايز تداريه مش عايزه يكون باين في الوحدة بتاعتك، ممكن تداريه عادي جدا سواء مطبخ او حمام. والميزة التانية برضو ان طبعا بناء عليه السخان الفوري بيتحط في المساحات الصغيرة عادي جدا، السخان الكهرباء لو مساحة صغيرة هياكل المكان. ك اللي هو الامان بتاعه، السخان الفوري الامان بتاعه اعلى من السخان الكهرباء. اللي على عكس بقى الشائع، عشان في شائعات بتقولي ان السخان الفوري بيستهلك كهرباء اكتر، بس ده طبعا مش صحيح. العكس هو اللي صحيح يعني. السخان الفوري بيستهلك كهرباء وقت استخدامه فقط، فهو بيسخن المية في وقتها في لحظتها زي نظام الكاتل. لكن سخان الكهرباء بياخد وقت طويل عشان يسخن المية، وبياخد وقت اطول عشان يحافظ على سخونة المية، فده طبعا بيستهلك كهرباء اعلى. بس ممكن نحل المشكلة دي ان انت وقت الكهرباء تأسيس الكهرباء ممكن تعمل مفتاح امان اللي هو السخان الكهرباء، تفصله وتفتحه وقت الاستخدام فقط فتحل مشكلة الكهرباء. طيب العمر الافتراضي بتاع السخان الفوري اعلى من العمر الافتراضي بتاع السخان الكهرباء. اخد بالي بقى من سخان الكهرباء وانا بأسسه، يعني احاول ابعده عن مكان التويلت، لان ساعات بيحصل الوصله بتاعته ساعات بتضرب، فدي ممكن كده تسبب لي مشاكل، لان طبعا حصلت حوادث قبل كده بسبب ده. فنحاول بس ان احنا نبعد المكان بتاعه عن التويلت. طيب انا طبعا زي ما قلنا كده السخان الكهرباء من اكتر العيوب بتاعتي اللي ظاهره مع العميل كمان الكلاينتس ان هو الشكل بتاعه بيكون مش حلو كمظهر جمالي، بيكون مش لطيف، فبناء عليه بنلجأ للسخان الفوري لانه كشكل جمالي وديكور بيبقى احلى بكتير. طيب ايه بقى اكتر عيوب السخان الفوري عندي؟ يعني ليه مش الكل بيستخدم سخان فوري؟ العيوب بتاعته ان طبعا التكلفة بتكون غالية جدا، اعلى بكتير من سخان الكهرباء. الضمان بتاعه بيكون اقل من سخان الكهرباء.